تابعونا في رمضان برنامج أكلة هنية مع الشيف يوسف زينة من مصر. إنتاج شركة توب إيفنت للإنتاج الفني والإعلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة الشيف يوسف زينة من مطبخ الشيف يوسف زينة. دلوقتي هعمل لكم فراخ مشوية في الفرن. نروح المكونات: جزر، بصل، توم فريش، فلفل حار، طماطم، ليمون، فنجان زيت. بعدين نحطهم في الكبة. دلوقتي هنحطهم وهنتبل الفراخ دي. بسم الله الرحمن الرحيم. البصل، جميلة، مش عايز فلفل حار، حطوا فلفل رومي. الفلفل حار. بسم الله. كده نقفل الكبة. حلو. دلوقتي حطيت الفلفل الحار، وقف شوية نضرب كده. ضربتهم خلاص، وبعدين هنحطهم في الطبق الجميل ده. دلوقتي هنفك. بسم الله. دلوقتي خلاص انا فكيتها، وادي الطبق الجميل اللي انا قلت لكم عليه اخر الحلقه. هنفك دي بس. ايه بقى ده الحاجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضي ايه بالمعلقه كده، واحده واحده. بسم الله. دلوقتي يا جماعه التتبيله دي حاجه حلوه الصراحه. واحد بيعرف يطبخ كده. خلاص حطيت التتبيله في الطبق الجميل بتاعكم ده. هنقول بابريكا، ملح، زعتر، كنزبيل، فلفل اسود. تمام. هنحط كده. بعدين هحط الفنجان الزيت ده عليه كده. بسم الله. قولوا بسم الله عشان الحاجه تطلع حلوه في ايديكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه الريحه روعه روعه بجد. ريحه يا جماعه روعه والله. انا حطيت كده كل المكونات بتاعتنا بتاعت الفراخ المشويه في الفرن. حاجه جميله والله، حاجه جميله. دلوقتي انا هشيل الفرخه. ثانيه اهي. لازم نحشيها من جوه يا جماعه. ماشي. بسم الله. ثانيه كده اهو من جوه. تمام. من جوه من جوه يا جماعه. لازم تحت الجلد. تمام. تتبيله كده. تمام.
الفراخ بقى لازم نحشيها ايه تحت من الجلد ومن جوه والحاجات دي يا جماعه. كده انا حشيتها اهو خلاص تحت الجلد. بس كده تمام. نحشي ايه بقى؟ نجيبها ايه تحت الجلد. دلوقتي اهو حشيت الباقي التانية، وهحشي دي طبعا. بسم الله. لازم ندخل حشوة جوه تمام عشان ايه ما تبص منكم. حشيت اهو التانية. اوكي خلاص انا حشيتها. الصينية قدامكم اهي. اهي يا جماعة الصينية كده. انا كده خلصتها خلاص الكمية. دلوقتي هحطها في الفرن وبعدين ارجع لكم تاني يا احلى حبايبي في الدنيا. دلوقتي خلصتها اهي يا جماعة في الفرن اهي. تستوي على حرارة 180 تمام. هي في الفرن اهي قدامكم. حرارة 180 ماشي عشان ما تعملوش 92 ولا حاجة. دلوقتي خلاص الفراخ استوت. كده الحلقة بتاعتي خلاص انتهت. هشيلها دلوقتي قدامكم اهي. ودلوقتي حلقتنا خلاص خلصت. اشوفكم على خير يا احلى ناس في الدنيا. باي باي. اقعدوا تجيبوا فراخ من بره، اعملوا دي ممكن تعجبكم. اشوفكم على خير واشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.